ستطرح الشراكة الوطنية، وهذا عنوان جديد. الشراكة الوطنية هي ترضي جميع الأطراف، أي الخاسر والفائز هم ممكن أن يدخل في هذه العملية من أجل شراكة وطنية ومن أجل هذا الانسداد السياسي والانفتاح السياسي في ولكن هذه سيد المرحلة. بهادلي، هل تعتقد أن بإمكان الصدر تفكيك منظومة ما اصطلح عليه أخيرا بالإطار التنسيقي بهذه الطريقة؟ أكيد اليوم هذا ما يطمح إلى التيار الصدري في كثير من الحوارات التي أجريت هي منفردة، والدليل أن السيد هادي العامري أتى بمفرده إلى الحنانة واجتمع مع التيار الصدري. اليوم التيار الصدري هو يطمح أن يضع فيتو على شخصيتين كبيرتين في الإطار التنسيقي، هو السيد المالكي والسيد هادي الخزعلي، وممكن أن يأتي ببعض الكتل والأحزاب السياسية. هذا نعم سيد العزيز. طيب، الصدر كتب بعد اللقاء اليوم وغرد بأنها لا شرقية ولا غربية، بل يعني جعل هاشتاج حكومة أغلبية وطنية. إذا ما أردنا أن نقرأ هذه التغريدة، هل يعني ذلك خضوع أطراف من داخل الإطار لشروط الصدر أم فشل المفاوضات ما بين الصدر والعامري؟ لا، لحد الآن لا نستطيع ونجزم أن نقول فشلت هذه المفاوضات بين الإطار والتيار الصدري. لا زالت هناك حوارات مستمرة، لا زالت كثير من الحوارات تجري خلف الكواليس. لا زلنا أمل وجمهور التيار الصدري أن تكون هذه الحكومة حكومة أغلبية كما نوه لها السيد مقتدى الصدر وكما يريدها السيد مقتدى الصدر. أما انشقاق الإطار التنسيقي، أنا أعتقد إذا بقت العملية كما هي الآن سيكون هناك انشقاق في الإطار التنسيقي، ويلتحق كثير من الإطار التنسيقي بالتيار الصدري ليكون الكتلة الأكبر اللي هو يطمح إلى التيار الصدري في هذه المرحلة. أكيد هذه الحوارات وهذه الممكن اليوم غاب العامل السياسي، غاب والمسار العملية السياسية لم يجد حلول. في الدورات السابقة شاهدنا كثير من الطاولة المستديرة التي تجمع كل الكتل والأحزاب السياسية. محتاجين إلى حوار مشترك كبير تجمع البيت السني والبيت الشيعي والبيت الكردي، كذلك كل الأطراف المتخاصمة في هذه العملية السياسية يجب أن تجلس على طاولة مستديرة واضح. وتضع هي حلول. ولكن تفكيك والانشقاق الذي ربما أو الذي تحدثت عنه الذي يمكن أن يحصل للإطار التنسيقي، هذا التفكيك بمعنى آخر هو عبارة عن عزل لدولة القانون وعزل لتحديدا شخصيتين متمثلتين بنور المالكي وقيس الخزعلي. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد السياسي أولا والأمني ثانيا؟ يعني اليوم كثير من الباحثين وكثير من المتابعين للشأن السياسي بأن السيد المالكي هو شخصية كبيرة، شخصية لها ثقلها وليادة جمهوره. كذلك اليوم السيد قيس الخزعلي هم من الشخصيات المهمة في الإطار التنسيقي. فعندما يكون تشظي بهذا المستوى على الإطار التنسيقي سينعكس انعكاس سلبي على العملية السياسية حتى على الملف الأمني. ولاحظنا في الفترة الأخيرة كيف انعكست عندما يكون الانسداد السياسي ولم نجد حلول مضنية لهذه العملية السياسية، تنعكس انعكاس سلبي على العملية السياسية وعلى المشهد السياسي وعلى المشهد الأمني. إذن شخصيتين مهمتين المالكي والخزعلي عندما ينشقون من الإطار التنسيقي سيولد مشكلة كبيرة في داخل الحكومة حتى عندما تشكل الحكومة. أنا أرى أن المالكي والخزعلي يجب أن يذهبوا إلى المعارضة الآن. هذا ليس به ضير أن يذهب واضح. هذه الشخصيتين إلى المعارضة ويكون هو معارض العملية السياسية. نعم. من بغداد كان معنا مباشرة الباحث في الشأن السياسي